السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتتواصل مبادرات خليك في البيت مع نجوم وأساطير ومسؤولي كرة القدم العربية الذين ارتبطت بهم الجماهير الرياضية. وهنا اسم من دولة الإمارات العربية المتحدة تغنى به الجميع وأحبه الجميع، أحبته الأجيال السابقة والأجيال الحالية والأجيال التي تلتها. واليوم حديثنا عن نجم كبير ما زال يبدع في الملاعب الإماراتية، كابتن القدير إسماعيل مطر. أهلا وسهلا بك في مبادرة خليك في البيت. أخوي عامر، ويمسيك الله بالخير وجزاك الله على المقدمة الطيبة هذه، ويعطيك الله ألف عافية. كابتن إسماعيل مطر، اليوم وأنت في عز النجومية ودنا نسأل بعض الأسئلة التاريخية في مسيرة إسماعيل مطر. من تعتبره المكتشف الحقيقي لإسماعيل مطر؟ يعني منو اللي قال لك أنت بتكون نجم، أنت بتكون لاعب، أنت بتكون أسطورة؟ منو؟ عطني اسم. طبعا أخوي عامر، بخصوص هالموضوع منو صعب أقول لك صراحة، بس في ناس وايدين تنبأوا أن إسماعيل بيكون لاعب، آه، يعني يكون لك شان يعني في المستقبل، وهالشي بدأ من البيت. اهتمام إخواني فيني، سواء كلهم بالضبط، يعني كلهم صراحة، حتى في الفريق في الحارة، يعني وايدين كان يتنبؤون اني انا بكون لاعب زين، وخاصة انه في في الحارة كنت دائما العب مع ناس يفوقوني بالعمر، يمكن 7 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات، وكانوا دائما يختاروني اني انا اكون موجود. فاتوقع ما اريد اقول اسماء واظلم اسماء كثيرة مرت وقالت انك انت يوم من الايام بتكون لاعب، ولك قيمة، ولك وزنك في مجال كرة القدم. طيب، من هو أول مدرب ضمك للفريق الأول؟ وهل تذكر في تلك الفترة يعني إذا قال لك شيء، ولا شو كان شعورك؟ كابتن عامر، بخصوص أتوقع الفترة كانت مع كورول في منتصف الدور الثاني من موسم 98، آه، اللي الوحدة حقق في نهاية بطولة الدوري، وكان أتوقع الدوري من 3 أدوار. أتوقع في هيك الفترة اللي استدعاني فيها كان الوحدة كان بومفرير ترك منصبه تدريب الوحدة، وكان كورول هو البديل في هيك الفترة، واستدعاني أنا من ضمن اللعيبة اللي كانوا موجودين يعني في هيك الفترة، يعني فترة مؤقتة يعني. وما أتذكر، بس إنه أكيد شعور لا يوصف إنك أنت تكون موجود. وأتوقع إنه مثل ما قلت الوحدة كانت أسرة يعني، وتقريبا كل اللي كانوا موجودين في الفريق الأول سواء من إخواني عادل وخليل في هيك الفترة كانوا موجودين، عبد الرحيم، عبد السلام، بشير، المسعود، يعني كنا عائلة، عبد الله سالم، ياسر سالم، يعني كنا نعرف بعض. وأتوقع أنه كانت بالنسبة لي شعور لا يوصف. انضميت لمنتخب الناشئين وبرزت، وانضميت لمنتخب الشباب ما شاء الله وبرزت. أنا بقفز معاك لكأس العالم للشباب. شو سويت في هالبطولة يا كابتن؟ شو سويت في هذه البطولة؟ بخصوص طبعا هالفترة، فترة كانت يعني مهمة، ومرحلة مهمة في حياتي، لكن أنا شاركت مع منتخب الشباب اللي هم كانوا مواليد 81 82 في بطولة آسيا اللي كانت قبل في التصفيات، مع ناس يفوقوني بالعمر، وأنا كنت من أصغر اللعيبة، يمكن كنا اثنين مواليد 83 في هالمنتخب. بعدها لعبت المنتخب اللي هم في عمري يعني في كأس العالم. وأتوقع في هيك المرحلة أنا كنت أوريدي ألعب في المنتخب الأول، وأوريدي ألعب في المنتخب الأولمبي. فأتوقع هالشي أعطاني دافع، ناهيك عن الجهاز الإداري والجهاز الفني اللي كان موجود، وأخص بالذكر كلهم اللي موجودين، لكن جو دار هو من أعطاني الثقة أني أنا أبدأ في هذيك البطولة. أكيد دعم من إخواني اللاعبين اللي كانوا موجودين، بدون ما أذكر أساميهم، بس هم يعرفون أنهم بعد الله سبحانه وتعالى لهم فضل أني أنا أكون بهيك الصورة. يدخل علي ويلعبها هناك في الجهة اليسرى لإسماعيل، 1-على-1 يا إسماعيل، 1-على-1 يا إسماعيل، شوت، تصل، الله أكبر، الله أكبر، سجلناه، سجلناه، الله يا إسماعيل، الله الله الله، جول
نسجل وسجلنا لأننا نحن الأحسن، لأننا نحن الأفضل، لأننا نحن الأجدر، لأن المباراة. شو شعورك وانت واقف في مدينة زايد الرياضية ويسلمونك جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب؟ شو أول شيء يا قدام عينك إسماعيل؟ شو أول شيء شفته؟ عامر، بخصوص هذا طبعا يعني هذا شيء بالنسبة لي حلم أصبح حقيقة، وناهيك عن من اللي كان واقف في منصة التتويج سمو الشيخ محمد بن زايد يحفظها الله سبحانه وتعالى، وسمو الشيخ سعيد بن زايد، يعني اللي تعب في بناء نادي الوحدة وأجيال نادي الوحدة. فكان بالنسبة لي هذا مثل الحلم اللي أصبح حقيقة، وبوجودهم وفرحتهم أتوقع أنه كان بالنسبة لي هذا طبعا أكبر، يعني ما أعرف كيف أوصف هالشعور صراحة، كان شعور لا يوصف. شو رأيك كابتن في اللي يقول إسماعيل مطر جاملوه عشان الإمارات الدولة المستضيفة، جاملوه بهالجائزة؟ عامر، بخصوص هذا السؤال يمكن صعب اني انا اجاوبك عليه، لكن اتوقع ان اللي شاهد هيك البطولة وكان حاضر هيك البطولة، انا متأكد انه قال منتخب الاماراتي يمتلكون لاعب على مستوى عالي. انا متأكد من هالشيء بس. طيب كابتن إسماعيل، بعدها رحت لي المنتخب الأول، مشاركة غير جيدة في كأس آسيا 2004، منتخب الأولمبي ما وصل، جاءت كأس الخليج اللي في أبو ظبي وميتسو هو المدرب. بصراحة هل كان هدفكم البطولة قبل البطولة، خصوصا أن منتخبنا ما كان في أفضل حالاته؟ طبعا بطولة الخليج أتوقع المعسكر اللي كان في تركيا يمكن كان من ما كان معسكر ناجح، لكن ألفة اللاعبين هي اللي حطت ميتسو الله يرحمه الحافز إن نحن رايحين نقدم بطولة استثنائية ونقدر ناخذ فيها البطولة. فأتوقع هيك الفترة حتى ميتسو كان عنده قرار إنه كان يبغى يترك المنتخب في هيك الفترة، لكن يوم شاف الألفة ووجود اللاعبين دائما في نفس المكان الكل بدون استثناء، أتوقع هو اللي أعطاه الدافع إن نحن رايحين نقدم بطولة كبيرة في بطولة الخليج. بدينا البطولة بإحباط سمعة وخسارة أمام المنتخب العماني الشقيق، لكن لما سجلت هدف تقليص الفارق شو قلت للحبسي؟ طبعا أخوي عامر، بخصوص المباراة الافتتاحية، وتعرف يعني طرد هلال سعيد بداية المباراة والأجواء يعني كانت صعبة. المنتخب العماني كان من المنتخبات المرشحة فوز بالبطولة، كونه لاعب النهائي البطولة اللي قبلها. لكن أتذكر كلمات الشيخ حمدان بن مبارك يوميانا بعد المباراة، واللي أعطانا حتى بدينا نفكر بصوت عالي ونقول حق الشباب احنا يمكن أول مرة نخسر مباراة افتتاحية في تاريخ الإمارات، لكن هذه إن شاء الله أول مرة إن شاء الله الإمارات راح تظفر باللقب. وبخصوص التحدي مع الحبسي، كان طبعا في تعرف الإعلام في بطولات الخليج له صدى بعيد، فقالوا لي الحبسي كان يتحداك، وقالوا حق الحبسي إسماعيل يتحداك، فسووا إثارة بيننا. لكن في النهاية اكتشفنا أنه كله كان كلام إعلام. وحزتها يوم جبت الجول في المباراة أقول حق الحبسي يعني ما يعني إن أبين أنك أنت ما تقدر تتحداني. كل الاحترام والتقدير حق الكابتن علي الحبسي، والله يوفقه في حياته بعد ما اعتزل دوليا وبس. عدينا مباراة اليمن بصعوبة، عدينا مباراة الكويت بصعوبة بهدفك الجميل، الهدف اللي حسم الفوز. أبغيك تخبرني عن الهدف اللي في مرمى السعودية، هذا هدف ما يتكرر، هدف هندسي، كيف فكرت يا إسماعيل؟ بالله خبرني واشرح لي هذا الهدف. طبعا عامر، بخصوص الصعوبات أكيد لأن كنا مطالبين بالنتائج في كل مباراة، كنا خسرنا أول مباراة. وطبعا بخصوص الهدف مثل ما قلت لك أو تكلمت قبل بخصوص الهدف، استلمت الكرة بطريقة غلط،
كنت بحط المدافع بظهري واركض، لكن الكورة ما جت مثل ما أنا أبى، فاضطريت إني آخذ الكورة وأشوف الصقري جاي. فالصقري ساعدني إني أنا أجابل أسامة، لأن الصقري رجع سوى تغطية، ما ضغطني. لو ضغطني الصقري كانت بتتغير المجريات كلها. لكن طبعا من أسامة دخل البوكس ورجع، فأنا استغليت الفترة اللي فتح فيها ريلة، فقلت لازم أباغت الحارس. فالحمد لله باغته، ووايد كانوا يلومون الحارس، بس أنا أتوقع أنها كانت صعبة، لأن أنا فاجأته يعني. فأنا كنت دائما أحب أسوي هالموضوع يعني، حتى يوم كنت في المراحل السنية يعني. فالحمد لله توفقت، هو أكيد توفيق من الله في النهاية. طبعا أكيد شعور لا يوصف، هذا حلم الطفولة أصبح حقيقة. فأتوقع شعور لا يوصف مع أخواننا لاعبين، إداريين، الجهاز الفني، الجمهور، وغادتنا موجودين في الملعب، وتشوف الابتسامة والفرحة موجودة وغامرة المنصة. أتوقع هذا شعور لا يوصف. تعرف أنت اليوم تجيب بطولة مع النادي غير يوم تجيب البطولة مع المنتخب. فكل يوم اكتشفنا أن كل بطولة رايحين نشارك فيها لازم نروح ناخذ البطولة، لأن الشعور يندفع عليه فلوس حسب أنك أنت تحصل. صراحة شعور لا يوصف، شيء خيالي. كابتن اسماعيل مطر، رحت تصفيات كأس العالم، فشل لمنتخب الإمارات بس هدف تاريخي في مرمى السعودية في استاد الملك فهد، وهالمرة في مرمى وليد عبد الله. وبينهم يعني كانت فترة أيضا تسجيل في مرمى الداعية. شو سالفتك ويا السعوديين كابتن اسماعيل؟ المرمى الآخر اللي يقف فيه نادر الميغري سجل حيدر فيه في مرمى عمان. اسماعيل، يلا اسماعيل، اسماعيل بيلعبها السلام. عيني عليك فاردة السمعة يا طيب السمع، سمع اسماعيل بيسجل هدف. لازم الإنسان يكون واثق من نفسه وواثق من قدراته كي يحقق وكي يقدم. اسماعيل مطر بيجرب وبيشوت، الله عليك، عدلنا الروح يا اسماعيل. اسماعيل مطر بيسجل هدف اماراتي، اماراتي فيه من ريحة بلادي، ويا لها من ايام اتمنى ان تعود. اسماعيل مطر بيسجل هدف لمنتخب الامارات الوطني، فيه من ريحة ابو حمدان، فيه من ايام العز والكبرياء، فيه من ايام الروح. اعدلنا الروح يا اسماعيل. اسماعيل مطر بيسجل هدف، والله فيه من ريحة عيال زايد وايامهم الحلوة وايامهم الجميل. شوف أخوي عامر، هو بخصوص أنا دائما ما أسميه فشل، لكن ما حالفنا الحظ. ظروف وايد كانت أتذكرها بالتفاصيل، بس ما أريد أرجع وأتطرق حق هالمواضيع. طبعا هذا توفيق أول شيء من الله سبحانه وتعالى، وبعدين ما أعرف شو أقول لك يعني. في النهاية كلها توافيق يعني، إني أسجل في مرمى كابتن محمد الدعية كابتن وليد. أتوقع أنها كلها توافيق يعني. ما أقول لك إنه ما في اجتهدت يعني، والصراحة في الكورتين ما فكرت يعني أبدا، ولا حتى أتذكر أنا المسافة إلا يوم في التلفزيون عقب شفت إن أنا من وين، كيف فكرت إنك أنت تشوت بهالطريقة يعني. لكن سبحان الله توفيق وكان مسرح كبير، ودائما الواحد يتمنى أنه يطلع في المسارح الكبيرة، وهذا توفيق من الله. عندنا بعض الأسئلة لازالت بالنسبة للمنتخب قبل لا نروح للوحدة، وأسئلة أيضا عامة تهم الشارع الرياضي في استضافة نجم بقيمة اسماعيل مطر. كابتن اسماعيل، حققنا بطولة كأس الخليج اللي في البحرين.
أيهما أقرب إلى قلب إسماعيل؟ أدري أن كل البطولات غالية، لكن أيهما الأقرب؟ 2007 ولا 2013؟ عامر البطولتين أكيد بطولة 2007 أكيد لها كونها أول بطولة حققناها، لكن ما تقل أهمية عن البطولة الثانية، لأن البطولة الثانية أنا كنت قائد المنتخب، وجوه شابة عندها طموح وإمكانيات، يمكن اللعيبة كانت أول مرة تشارك في بطولات الخليج، فأتوقع أن دور القيادة كان بالنسبة لي شيء جديد يعني في ذاك الفترة. لكن كل بطولة لها لذتها، يعني كل بطولة لها خصوصياتها، فأتوقع أن البطولتين أكيد، بس الأقرب للقلب أكيد 2007 لأنها أول بطولة، فأتوقع أن شيء جميل، يعني البطولتين كانوا شيء مختلف. بعض أيضا كان يردد، وأنا لو بتلاحظ كابتن إسماعيل أحاول أني أرصد بعض ما كان يقال في مسيرتك الكروية. قالوا إسماعيل مطر لاعب محلي، إسماعيل مطر يعني حد بطولات الخليج، إسماعيل أولمبياد لندن شهدت توهج جديد. هذه التجربة في أولمبياد لندن خبرني عنها كابتن. كل حد حر في رأيه، لكن أنا كلاعب علي إني أنا دائما أفكر بالواقع. فأتوقع أولمبياد لندن عناصر عندها، يعني منتخب هذاك كان منتخب عنده إمكانيات مش طبيعية، طقوس خاصة، تعرفت على أشياء جديدة، أتوقع أشياء جميلة يعني جديدة جميلة. أتوقع أن كلها في النهاية كانت توافيق من الله سبحانه وتعالى، مجهود الشباب وثقتهم وتعاونهم. أتوقع واحد من أسباب نجاح إسماعيل في هذه البطولة، سواء من الجهاز الإداري أو الجهاز الفني، لكن كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله أن قدرت، أني طبعا مجهود إخواني أن يطلع بالصورة اللي أي لاعب يتمنى أنه يظهر فيها. شوفك تتكلم بحب وبفرحة عن تلك المشاركة في لندن. سؤال افتراضي كابتن إسماعيل، وأتمنى تجاوبني. لو خيرت ما بين الجيل اللي قبلك والجيل اللي بعدك، الجيل اللي وصل لكأس العالم ووصافة آسيا والجيل اللي وصل أولمبياد لندن، كنت تختار تكون من أي جيل؟ أول شيء صعب الافتراض، لأن الافتراض ما في واقعية، وأنا دائما أحب أعيش الواقعية. كل جيلين يختلفون. طبعا جيل 90 يمكن إمكانيات، البنية الجسمانية، كل شيء يختلف. طبيعة الحياة في ذاك الوقت كانت يمكن غير عن طبيعة الحياة اللي نحن ياسين نعيشها اليوم. كل زمن يختلف عن زمن، يعني الكورة في جيل 90 أو في ذاك الجيل في السبعينات، كان يوم يشوفون كرة السبعينات يقولون أوه هاي الكورة، وهاي تطورت الحين. فنحن نقول نفس الشيء وهم يقولون نفس الشيء، فصعب انك انت تقيس وتحط يعني احتمالات. صعب صراحة، انا اقول لك صعب. يمكن لعبت انا في هالجيل، يمكن فاك الجيل ما لعب، ما اعرف، الواحد ما يعرف. هاي امور لو نقدر لو شو نسوي ما نقدر ان نحن نحطها مع بعض، لأنها شيء صعب. فانا سعيد بالاجيال اللي انا لعبت اياها، تعلمت منهم كثير، وممكن بعد فضل من الله سبحانه وتعالى ودعم القيادة فممكن ما وصلت أنا اللي أنا وصلت له. فأتوقع أن من الصعب أني أنا أقدر أجاوب على
هالافتراضية. كلامك دخلني لمحور مهم جدا، وهو في فوارق بين الأجيال والفكر وطريقة اللعب. في الفترة الأخيرة صحيفة الإمارات اليوم أجرت استفتاء عن اللاعب الأفضل في مسيرة كرة القدم الإماراتية، وصار لغط في هذا الكلام. طبعا في النهاية توج إسماعيل مطر، وأكيد عن جدارة واستحقاق، وهذه محبة الناس، وهذا رصيد كبير جدا. لكن هل أنت ضد الاستفتاءات اللي تختلف بين الأجيال، ولا تشوفها كانت واقعية؟ أخوي عامر، الموضوع أنا يمكن تكلمت فيه من يومين وقلت يعني أنا أشوف موضوع الاستفتاء كان غلط لأنه يخلق مشاكل، يسوي حساسيات. كل واحد حاول ويجتهد في فترة زمنية. أساطير انظلموا. ففي النهاية الأساس كله مو صحيح. ما في لاعب، إذا ما في كورة قبل نحن ما بنلعب كورة، ما بنوصل نحن وصلنا اليوم. فكلها هي عبارة عن سلاسل متواصلة. عرفت؟ ما في فينا ما حد كان يحب كابتن عدنان الطلياني، ما في حد فينا ما كان يحب عبد الرزاق إبراهيم، كابتن عبد الرزاق، كابتن زهير بخيت، كابتن بخيت سعد، كابتن إبراهيم مير وعيسى مير والحداد وخليل غانم ومبارك غانم، هالكباتن الكبار كلهم، كابتن فهد خميس، ناصر خميس. كم بعد؟ ما في واحد فينا ما لبس رغم كان يحب فلان من قبل. فهاينا هم اللي أعطونا الدافع أن نحن نحاول أن احنا نوصل للأبعد. ففي النهاية مثل ما قلت، هالأمور دائما تسوي تولد حساسية، تبقى آراء، وهالآراء تبقى حق الجمهور. أما أنك أنت تسوي استفتاء، أنا ما حبيت هالفكرة عن نفسي، ولا حبيت أني أتكلم فيها وأعلق. وهاي نجوم نحن نعتبرهم مدرسين، أساتذة، ونحن الطلاب التلاميذ اللي نتعلم. فهذا تعليقي. حق طيبة وأخلاقك طيبة يا إسماعيل، ونفتخر فيك بصراحة، وما أقول لك إياها مجاملة، وأنت تعرف قدرك عندي. أبغي الرسالة اللي دائما توجهها: إسماعيل مطر لا يستدعى للمنتخب. الإعلاميين يسألون إسماعيل يجاوب يقول أحترم قرار الجهاز الفني، ولا مرة شفناك تتذمر. شو الرسالة اللي تبغي توصلها في هذا المجال تحديدا؟ عامر، بخصوص هالموضوع أتوقع أن دائما اللاعب سلاحه هو إمكان أداء. فإذا أنت شغلت بالك في الكلام، فأتوقع أن هالكلام راح يأثر عليك، بيأثر على نفسيتك، وبعدين مستواك راح يتأثر. فدائما إذا أنت عندك أو اللاعب، دائما أي لاعب عنده نقطة يبي يوضحها، على إنه يوضحها في الملعب بأداء. الناس بعدين بيتكلمون كان زين، كان يستحق أنه يكون موجود. أما أنك أنت تتكلم يمكن ما تتوفق، فالناس بيقولون كان بعد يتكلم يقول. ففي النهاية دائما اللاعب سلاح أداء. أفتخر كابتن إسماعيل أني في يوم من الأيام وعلى الهوى قلتها: إسماعيل ثروة وطنية يجب المحافظة عليها. وأنت كذلك يا كابتن إسماعيل. الآن بروح إلى البيت العنابي، البيت الوحداوي. أول سؤال: أنتوا دائما فريق الوحدة مدجج بالنجوم، ودائما تضيعون بطولات. شو سالفتكم مع البطولات كابتن؟ صعب يعني. كرة القدم دائما منظومة، أوقات تتوفق، أوقات ما تتوفق. لكن مو بشرط أن كثرة النجوم تخليك أنك أنت تكون بطل. هذا شيء معروف في كرة القدم. بس أوقات كثيرة كان احنا نكون الأقرب، ونحن نضيع بيدينا البطولة. هذا اللي أقدر أقوله. أسئلة خفيفة سريعة: ما هو الهدف الأغلى في قلب إسماعيل مطر؟ بدون نقاش، هذا في كأس الخليج في النهاية ضد عمان. هذا أغلى هدف بالنسبة لي بلا شك. ما هو الهدف الأحلى لإسماعيل مطر؟ يعني يوم تشوفه تقول الله عليك يا سمعة. أتوقع مستحيل ما أتكلم عن جودار، مستحيل ما أتكلم عن ميتسو،
ومستحيل ما أتكلم عن أجيري. آه، في مدربين وايد والله، بس يبالهم حلقة كبيرة هاي إذا أنا بتكلم بالتفاصيل. من أكثر لاعب محترف أجنبي في الوحدة كنت تحبه وكنت تستانس يوم يلعب في الوحدة؟ لامين كونتي بلا شك. من أكثر لاعب إماراتي يفهم إسماعيل مطر وإسماعيل يفهمه؟ أكثر لاعب كان يفهم إسماعيل وإسماعيل يفهمه، ما لعبنا مع بعض في الفريق الأول، اللي هو محمد سالم صالح، شقيق اللاعب ياسر سالم. أنا ما بتكلم عن هذا الموضوع، بس اسأل الناس اللي شافونا نلعب مع بعض، هم بيجاوبونك. إسماعيل، أنا أقدم لك جزيل شكري وامتناني على قبول الدعوة وعلى روحك الطيبة وعلى أخلاقك العالية. في مبادرة خليك في البيت، شو ودك تقول للمجتمع الإماراتي وللناس بشكل عام في التزامهم وفي هذا الوباء كفانا الله شره، مع شكري وامتناني وتقديري لك يا كبير يا سمعة؟ أشكرك أخوي عامر على إتاحة الفرصة دي. الشيء الثاني، نشكر قيادتنا الرشيدة على الدعم اللامحدود دائما وأبدا اللي دائما يحرجون فيه. وأشكر أخواننا المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامهم وأخذ الإجراءات الاحترازية بعين الاعتبار، وهذا شيء مش غريب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأتمنى أن الله يكفينا شر هذا الوباء ويكفي أمة محمد أجمعين. والله يبلغنا رمضان شهر العبادة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل حال إن شاء الله، ويكون إن شاء الله مع هلته إن شاء الله يهل هلال الخير ويبعد عنا الوباء إن شاء الله، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه وأفضل إن شاء الله.